لماذا يرفض الجيش كافة مقترحات الهدنة والتسوية؟ لأنه ذلك ديدن الجيش دائما في السودان. دائما الحلول هي عسكرية ولا يوجد أي حلول مدنية داخل الجيش، وإضافة إلى أن قيادة الجيش ليست بيد البرهاني وحده، بل هنالك قيادات إسلامية هي من تدير هذا الجيش وهي من تقود هذا الجيش. هذا الجيش ذاته من يتحدث الآن عن هذه المعارك وهذا الصراع هو مسؤول عن قتل أكثر من 2 مليون من المسيحيين تحديدا في جنوب السودان، وهو سبب انفصال جنوب السودان. هو ذلك الجيش الذي يحاول أن يقول لنا الحقيقة. كيف نصدق هذا الجيش وهو من قام بتفجير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي، وهو من حاول استهداف الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكذلك نتحدث عن استضاف القاعدة واستضاف تحديدا بن لادن من 1991 إلى 96، حتى طالبت المملكة العربية السعودية بطرد أسامة بن لادن أو تقديمه للعدالة.